ايمان كنغلط ولكن وجهي ما كيتزادش، كندير وصفات زياده الوزن ولكن كيغلط غير الجسم ديالي، والحنيكات كيبقاو هما. بغيت شي وصفه او خلطه اللي تنفخ ليا الخدود ديالي باش الا درت الميكاب كيجيني هو هذا البنات ميساج كيجيني بزاف ديال البنات كيقولوا بغينا شي وصفه لنفخ الخدود حيت حنا تنغلاضو ولكن وجهنا تيبقى ضعيف. اليوم الكبيده ديالي غنعنيكم من هذا المشكل. هاد الخلطه كتسمى الخدود، كتشد البشره، كتحيد حتى التجاعيد البنات وكتصفي البشره وكتطلب لكم واحد الخدود بحال ديال الوريده اختي وبحال ديال التفاحه. هذا سر من الاسرار ديال الماسكات اللي كندير للوجه ديالي البنات باش كنحافظ على الخدود ديالي ما كيطيحش الوجه ديالي كيبقى ديما شاد وتيبقى بالخدود ديالو الكبيده ديالي وما تيتنقصوش. اليوم الكبيده ديالي جيت نشارك معكم هذا السر من الاسرار ديال الماسكات ديالي باش يوليو عندك خدود اختي بحال ديال الوريده. غتحيدي العكس، غتنوضي اختي تقدي ليا لداك الوجه الغزال الحنيكات بكل طاقه ايجابيه حماسيه نشاطيه. نوضي تهلاي في راسك اختي نوضي. اهلا بالكبيدات ديالي الغاليات على قلبي، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كامل على خير وانتم كتشوفوا في لا فيديو ديال اليوم ودائما ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بالناس قدام، مرحبا بالناس جداد، مرحبا بالناس اللي اول مره كيشوفوا قناتي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. عرفتكم ايمان توحشتكم بزاف الغاليات على قلبي وكنموت عليكم انا احلى متتبعات في العالم. الكبيدات ديالي وبزاف ديال الناس كيقولوا لي بغينا وصفه لتسمين ونفخ الخدود. حنا بزاف الناس كيكونوا غلاظ في الجسم ديالهم ولكن وجههم ضعيف، وكذلك كاينين بزاف ديال البنات تيغلاضوا في الجسم ديالهم كيكونوا ضعاف كيديروا وصفات كيغلاضوا في الجسم ديالهم ولكن كيبقى الحجم ديال الوجه ديالهم ما كيتزادش حتى تزاد واحد شويه وكيحتاجوا اختي الخدود. حنا عارفين الوجه كيبغي اختي الحنيكات. اليوم الكبيده ديالي فيكم بوتوكس طبيعي. الا تبعتوا لي هذا الماسك هذا غيوليو عندكم الخدود وغيتشد لكم كذلك حتى البشره ديالكم، كذلك تتصفي البشره. زوين بزاف هذا الماسك البنات. الا تبعتوا لي بطريقه صحيحه كونوا اكيدين من الاسبوع الاول غيبدا يبان لكم الفرق في الحنيكات ديالكم، كيتجبدوا يا اختي وكيتنفخوا وكترجع ديك النضاره للبشره ديالكم. المهم باش ما نطولش لكم الفيديو ديالي غندوزو للطريقه ديال هذا الماسك البنات. عفاكم البنات طريقه ثم الطريقه هي اللي غتنجح معكم هذا الماسك هذا. المهم باش ما نطولش لكم الفيديو ديالي، لا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تشجعوا اختكم بلا لايك ديالكم بالبارطاج ديالكم. والكبيدات اللي اول مره كيشوفوا قناتي مرحبا بكم، عند اختكم تابوناو وفعلوا زر الجرس باش يديركم كل جديد. وغنبداو الفيديو ديالي اولا بواحد الطريقه اللي هي بحال هكا تشوغوماج وفي نفس الوقت ماساج للحنيكات ديالكم اللي غادي نصايبوها البنات بالحلبه اللي كتكون مطحونه مزيانه البنات ومغربله البنات في الغربال الرقيق باش كنحتاجوا لديك الحلبه تكون مطحونه ورطبه بحال شكل البوربور البنات لحقاش الوجه حساس خاصنا شي حاجه اللي رطبه. واحد الحاجه اللي غادي نقولها لكم البنات قبل ما ننساها، الحلبه المطحونه اللي غنبغي نديرها ماسك للوجه ديالي اولا تكون مطحونه على يديكم، ومنين تديوها للسيد اللي غيطحنها لكم ما تكونش الماكينه ديالها فايته دايز فيها البزار ولا شي حاجه اللي حاره سكينجبير شي حاجه من العطر، يعني تكون ماكينه نقيه عاد باش تطحنوا فيها الحلبه لحقاش البشره حساسه. الا كان دايزها الحار ولا دايزها البزار ولا شي حاجه من العطريه كتكون حاره راه كتاثر على البشره. هذا الماسك هذا ما يديروش البنات اللي بشرتهم حساسه وكذلك بنات وجههم دهني وكذلك بنات اللي عندهم الحبوب في وجههم. ما ديروش اي ماسك، يعني خاص الماسك اللي تيناسب البشره ديالكم. وانا ان شاء الله قريبا نحط لكم ماسك لنفخ الخدود بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره حساسه اولا فيها الحبوب يعني كيف تصفى في نفس الوقت تنفخوا الخدود. اما هذه غير بالنسبه للبنات اللي وجههم بحال شكل الوجه ديالي يعني عادي، مره كيكون دهني مره ناشف مره المهم بشره عاديه مختلطه عاديه اولا بشره ناشفه راه صالح ليها هذا الماسك هذا. كيف قلت لكم البنات اللي باش وجهها حساس ما ديرش هذا الماسك نهائيا. كيف قلت لكم الحلبه اللي غادي نديرها على الوجه ديالي نطحنها على يدي ونغربلها مزيان ونحتاج لها تكون رقيقه بزاف. هنا المهم الكبيده ديالي كناخذوا واحد القياس اللي غادي نديرو به ماساج وفي نفس الوقت بحال شكل كوماج كتخلطوه مع اي زيت بغيتو، يا اما اللي عندكم زيت ديال الزجلان اولا غير زيت الزيتون يعني ماشي مشكل يكون يعني ما كاينش زيت الزجلان اولا كاين مثلا الصوجه اولا زيت الزجلان ممكن ديروهم، ما كانش فتكتفيو فقط بزيت ديال الزيتون. كتاخذوا غير واحد القياس اللي تخلطوه وكديروا به ماساج وفي نفس الوقت كوماج للوجيه ديالكم البنات على وجهي اللي كيكون مغسول. يعني ماشي انا دايره المكياج نجي نبدا ندير في هذا الكوماج هذا، لا نكون غاسله وجهي ولكن ما دايرش لو كوماج نكون درت له الكوماج البارح ولا البارح. المهم غير البشره تكون نقيه ما فيهاش المكياج
ولا مزيته ولا، المهم تغسلي وجهك عاد تبداي هذا المساج هذا بشويه بنات على الحنيكات ديالكم، وكديروا به المساج تقريبا لواحد 5 ديال الدقائق حتى ل 10 ديال الدقائق. ما تقيسوش النيف ديالكم وما تقيسوش هاد البلاصه هذه البنات. بغيت نطبق معكم البنات الماسك، ولكن وجهي وحنا كيفين غنزيد فيهم الكبيدات ديالي. المهم غنوريكم غير الطريقه. المهم كديروا به ماساج وفي نفس الوقت كوماج الوجه ديالكم حتى هنا الذقن ديالكم للجبهه ديالكم. غير النيف هنا لا، بهاد البلاصه ديروا لها حتى هي، وغير بلطف حيت البلاصه كتكون شي شويه رطبه، غير باش تليق حتى لهاد البلاصه هنا البنات كيكون فيها الكماش، ماشي هاد البلاصه هنا نهائيا، غير هاد البلاصه هادي. المهم كديروا واحد 5 ديال الدقائق حتى ل 10 ديال الدقائق، كتخليوها في الوجهيه ديالكم غير واحد بحال هكاك 5 دقائق اخرى صافي، وكتغسلي وجهك. مثلا درتي الكوماج واحد 5 ديال الدقائق كتخليها في وجهك 5 دقائق اخرى، ولا درتي 10 دقائق الكوماج كتخليها 5 دقائق اخرى وكتغسلي وجهك. وبلطف بلطف البنات البشره ديال الوجه راه حساسه، كتغسلي الوجه ديالكم كتنشفوه مزيان باش ندوزو الماسك اللي غتحطوا على الحنيكات ديالكم البنات. الماسك البنات كنحتاجوا ليه اولا الخميره. الخميره البنات حبيبات ماشي ديال الحلوى، الخميره حبيبات. بالنسبه للناس كتقول لك كنخاف من الخميره، واش انت غتبقاي ديري الخميره حياتك كامله؟ لا، راه هذا الماسك هذا حدك واحد السيمانه حتى 2 سيمانات كتكوني حصلتي على الخدود اللي انت باغيه وكتحيدي منها. يعني ما عندكمش مناش تخافوا البنات، على تجربه ها وجهي قدامكم ما فيه حتى شي حاجه. يعني صافي ما عندي لا ما باليه دود ناض، ما باليه لا حبوب لا حتى شي حاجه، يعني بشرتي راه عاديه. المهم هنا البنات كتحتاجوا الخميره حبيبات اولا المعجونه. المهم غير ما ديروش الخميره البنات ديال الحلوى ديك راه خطيره على البشره، يعني كديروا غير هذه اللي كنديروها. اما الاخرى ممكن ديروها تسمين السيقان المؤخره اليدين، ولكن للوجه والصدر لا. اما هذه ممكن ديروها للوجه، ممكن ديروها حتى الصدر، ما تخافوش منها. كنحتاجوا الخميره حبيبات او المعجونه، كنحتاجوا النيدو البنات، وكنحتاجوا الماء الورد باش غنخلط هاد الوصفه ديالي. اللي ما كتبغيش مثلا ما بغاش دير الماء الورد ممكن تخلطوها بالياغورت الطبيعي اولا تخلطوها بشويه ديال الحليب. المهم عندكم اختيار ما بين الماء الورد او الياغورت او الحليب، ولكن احسن حاجه ديروها بماء الورد حيت هو البنات كيساعد في النفخ الصدر وكذلك في الخدود. بالنسبه للبنات يجوك واش نقدر ندير هذه الوصفه الصدر ديالي، ممكن ديروها الصدر ديالكم كذلك ديروا المساج بالخميره والزيت، تنظفوا الصدر ديالكم تغسلوه وعاد ديروا ليه هاد الخلطه هذه. المهم باش ما نطولش عليكم كتاخذوا الخميره حبيبات، كتاخذوا على غير القياس اللي غادي البنات غتقول لكم نخلط واحد الكميه، لا غتاخذي القياس اللي غادي تخدمي به دابا وصافي. كتاخدي معلقه ديال الخميره، معلقه ديال النيدو غير صغيره البنات لحقاش غير الحنيكات ما غاديش تحتاجي واحد الكميه كثيره. المهم غادي تخلطوا هادشي كيف قلت لكم يا اما بالياغورت او لا اختي الحليب، وكان احسن ديروا ماء الورد. منين غتخلطوا البنات هاد الماسك هذا راه فيا البنات ما يطبقوا معاكم، ولكن فين غنزيد اختي الحنيكات، فين غنزيدهم هادو غادي نصايبهم وغنشوف شي وحده عندي هنا في الدار نعطيها ديرها ما تضيعش. المهم الكبيدات ديالي غتخلطوها مزيان حتى كتولي على شكل كريم، يعني ماشي تبقى الخميره حبيبات. خلطوها وخليوها واحد 5 ديال الدقائق تفاعل. انا ما عنديش الوقت البنات غنوريكم غير هكا. المهم خليوها واحد 5 دقائق تفاعل، عاد حطوها على الخدود ديالكم. غتبداو البنات ديروها بواحد الشكل دائري هكايا غير بشويه. بغيتي الوجه ديالك كامل غديري الوجه ديالك كامل الا النيف. وهنا كيف قلت لكم البنات كنتي محتاجه غير هاد البليصه راه غتبداي ديري الكوماج ديالك بالحلبه غير هاد البليصه، ومن بعد غتطبقي غير في هاد البليصه. كديري غير واحد شويه ماساج هكا بهاد الخلطه هادي، من بعد كتحطيها وكتخليها واحد 10 دقائق حتى كتحسي بها بدات كتنشف صافي. وكتغسليها ماشي تخليها تنشف وتكرم، يعني عندها واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق تتبدا كتنشف من الجناب ديالها. كتغسلي وجهك. راه البنات هذاك الماسك اللي كتخليوه كينشف وكيشرب في البشره ديالكم وانتم عند بالكم راه كيزيد يطلق المفعول، لا راه كينشف البشره. راه اي ماسك درتيه كتحسي به بدا كينشف من هنا من الجناب، بديتي كتقيسيه بحال هكا مابقاش كيتلصق، راه كتغسليه. يعني منين غديري ليا هاد الخليطه هادي ديال الحنيكات ديالك بواحد شويه ديال الماساج هكاك ما كاملاش 5 ديال الدقائق، كتخلي في الوجه ديالك من 5 دقائق حتى ل 10 ديال الدقائق. كتغسلي وجهك مزيان، كتغسلي وجهك بالماء اللي كيكون البنات ماشي بارد ماشي سخون، يعني عادي دافي. كتغسلي وجهك كديري اي كريم مرطب عندك، اي كريم مرطب كديريه. هاد الخلطه البنات هاد الماسك هذا ديروا اخر حاجه حتى الليل، يعني ما غاديش ديريه ومورا تخرجي الشمس ولا
كتصايبيه بالليل، كديري الكريم مورطيب ديالك وكتنعسي الصباح كتغسلي وجهك عادي. بالنسبه للبنات اللي متوفر عندهم زيت الزنجلان، قبل ما ديري الكريم مورطيب ديالك ممكن ديريه في بلاصتو الزيت ديال الزنجلان، تخليه واحد السويعه المكانه وتغسلي وجهك عاد باش ديري الكريم مورطيب. ما كانش فغديري فقط هذا الماسك هذا وديري كريم مورطيب موراه صافي. اما الا كان هذاك زيت الزنجلان ملي تغسلي وجهك ديريه لوجهك وخليه واحد السبيعه غسلي وجهك عاد ديري كريم مورطيب. ما كانش راه ماشي مشكل، راه هاد الخلطه كافيه على انها طرد لك الحنيكات يا اختي، طرد لك الرشاقه الوجهيه ديالك، وكذلك كتصفي البشره. راه من السيمانه الاولى كيبان المفعول ديالها وتيبان حتى في المفعول ديالها حتى في البشره ديالكم. واعره بزاف البنات، كتحيد حتى التجاعيد الرقاق اللي كيبداو هنا كتنفخ كتجبد البشره، زوينه بزاف. على تجربه انا راه باش نعاود نديرها البنات لحقاش وجهي ما بقيتش بغيتو يزيد، يعني انا كنحس انني خصني نقص من وجهي. لهذا البنات غير طبقوها، واعره بزاف كتهني كترد. عندك اختي واحد الخدود ديال التفاحه يا اختي، حيدي العكاز نوضي تبقى ديري داك الوجهيه الغزال. الكبيده ديالي الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوا اختكم بلي لايك ديالكم كذلك بالبارطاج ديالكم. كبيداتي اول مره كتشوفوا قناتي مرحبا بكم، عند اختكم تابوناو وفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد. ما كنسخاش بكم الكبيده ديالي، شفتكم على خير، نشوفكم على خير او جوج.